فقط. طيب يعني أنت قدمت السؤال القادم لضيفنا العزيز أستاذ أسامة لترد على هذا الأمر. أستاذ أسامة، الدليل هذا ليس الصوت الوحيد الذي يتحدث به دكتور محمد، هناك أصوات عديدة تقول لماذا أغلقت الشقيقة مصر معبر رفح، لماذا حاصرت الفلسطينيين داخل القطاع، لماذا منعت المساعدات من الدخول إليهم؟ مصر لم تمنع دخول المساعدات، مصر قفلت باب المعبر. ليه؟ خلينا نبقى واضحين وشرفة. هو كل واحد دلوقتي خلاص مش سامع ولا شايف ان الحكاية من يوم 7 أكتوبر هي تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ ده كلام فارغ. فتح المعبر كان معناه تهجير الفلسطينيين إلى مصر، ودي إرادة نتنياهو، وكان قرار حماس أيضا. قيل لنا بالنص افتحوا المعابر، خلوا الناس تدخل. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن مصر هي اللي تخون القضية الفلسطينية، مصر هي اللي تفرغ الأرض من شعبها. هو ده اللي مطلوب من مصر؟ لا، أنا بسمع كلام فارغ. واحد. نمرة 2، من قال أن حماس هي المقاومة؟ في 14 فصيل مقاوم. من قال أن حماس دون سواها هم المقاومة؟ مين اللي قال؟ نمرة 3، هو في حاجة اسمها حماس والعرب؟ هم مش عرب ولا حاجة؟ ولا احنا اللي مش مسلمين؟ هذه هي القضية الكبيرة قوي. الناس دول فاكرين نفسهم في موقع يسمح لهم بقيادة الأنظمة والشعوب. الناس دي خدت قرار من دماغها، وسوف يأتي التاريخ بعد سنين، سنة 12، لكي يقول كلمته: هل كانوا مقاومة أم مقاولة بحرف اللام لحساب إيران؟ ولا نريد أن نتحدث الآن فيما هو أبشع من ذلك، ولكن دعونا نتحدث في الخذلان. هل كنا رفقاء طريق وخذلتك؟ حضرتك شاورتنا؟ الإجابة لا، مش هشاورك. ليه؟ لأنني لا أثق بك. طيب والآن لماذا تستصرخني؟ لماذا تستشعر الخذلان إذا كنت أنت من البداية لم تلقي بالا لأحد؟ 3، وهذا هو أخطر مما قلته كله، ألم تخذل حماس غزة لما منعت الناس إنها تنزل إلى الملاجئ أو الأنفاق وتركت السماء مكشوفة؟ وعندما سئل موسى أبو مرزوق في هذا الموضوع إزاي ما وفرتوش ملاجئ للناس، قال إن الأنفاق للمجاهدين، أما إن